السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم طريقه الفطير النهارده كان روعه، تحفه. تعالوا اقول لكم المقادير بتاعتنا. معايا هنا الفطير يا جماعه، يعني دقيق وسمنه وسكر وملح. بس مفيش اي حاجه، ما بياخدش بيكنج باودر خالص ولا بياخد خميره خالص. تمام كده. عندي هنا هقول لكم المقدار، الفطيرتين كبار. كيلو ونص من الدقيق بيطلع لي 2 فطيره كبار خالص كده، ويكون حجمها سمكها يعني حلو، ما تبقاش رقيقه عشان ما تبقاش ناشفه. فالكيلو ونص هنا معايا طلعوا لي فطيرتين حلوين قوي، بس حجم عائلي، حجم كبير. تمام كده. عندي هنا معلقتين ونص كبار هرمي كده من السكر، ومعلقه ونص ملح. انا عايز السكر هو اللي اكتر شويه علشان خاطر الفطير تاكليه حاف كده، ما يبقاش محتاج ولا جبنه قديمه ولا عسل. طبعا هو مع الاتنين تحفه، بس اقصد اقول لك ان ايه، السكر في الفطير لما بيبقى اكتر ده بيبقى احلى. تمام. هنحط بقى الملح السكر عفوا، وندوبه في الميه. الميه فطره من الحنفيه عادي. وهنحط الملح على الدقيق، وهنتوه الدقيق بالملح كده زي ما انتم شايفين في الفيديو بالظبط. وهضيف الميه بنسبه وتناسب، يعني لحد ما الاقي العجينه لمت معايا. انا هنا العجينه بتاعتي احتاجت ان انا احط لها شويه دقيق، جت طريه شويه بتلزق في ايدي. لا مش عايزاها كده، وفي نفس الوقت مش عايزاها يابسه ناشفه، لا خالص، انا عايزاها زي الملبن. زي ما انتم شايفين، تطبعي بايديكي فيها كده تلاقيها يعني عجينه تحفه، لينه جدا، طريه جدا، جميله جدا. وكل ده وهي لسه ما ارتاحتش. انا هسيبها بقى كمان ترتاح شويه، وهرجع لكم تاني. احنا بنريح العجينه ليه؟ علشان خاطر تتفرد معانا بسهوله. هي هنا ما فيهاش اي يعني بيكنج باودر او خميره او حاجه اللي احنا نخليها تتركن شويه عشان تخمر والكلام ده، لا. بس احنا بنريح العجينه. طبعا هنغطيها بستريتش او باي كيس شفاف عندك بس، ونركنها ترتاح شويه. هنا معلش انا ما صورتش الفيديو وانا بقطع العجين، فمتاسفه سامحوني، العيال شغلوني فما ركزتش كويس. جبت العجينه بتاعتي وقطعتها. الكيلو ونص عمل لي زي ما بقول لكم فطيرتين، يعني هتقطعوها بالنص. وطبعا بتجيبي صينيه كبيره عندك. شايفين الهوا ده؟ يا لهوي، لا انا هقف هنا دقيقه. بصوا الهوا ده، بصوا البالونات دي تحفه جدا. هي دي بقى، بصي سر ان الفطيره اساسا تبقى يعني مورقه، ما تبقاش مكتومه، وكمان العجينه تبقى شفافه، يعني واحنا فردنا كده شايفين الصينيه من تحت، او شايفين صوابع ايدينا من تحت. فدي حاجة مهمة جدا في الفطير، لازم يبقى رقيق جدا. حلو قوي البالونات دي، تحفة. دي كده عجباني، دي كده انا ماشية مظبوط وطريقة كويسة. الفطير بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، بس في واحدة الصينية ما خدتش، في واحدة انا حطاها زيادة عشان انا كنت عاملة كمية الناس يعني، لكن انا قلت لكم المقدار مظبوط على قد الكيلو ونص. بس جبت الفطيره بتاعتي ورحت دهنه الصينيه بتاعتي سمنه. و... وانا بفرد بقى العجين، طبعا برش سمنه وبتني كده، وبرش تاني وبتني كده وكده، يعني ايه، شمال ويمين كده لحد ما اطبقها والمها. تمام كده. بس فردت على الفطير بتاعي ودخل الفرن، وطعمه تحفه، شكله تحفه، ريحته قلب البيت من فوق لتحت. اللي يشوفه يقول ايه ده، ولا احسن واحد يعمل فطير. احنا متاسفين يا عم شلتت. ايه رايكم؟ بصوا الفطير يا جماعه بيتكلم عن نفسه. الفطير فوق وتحت تحفة، بألف هنا وشفا للي كلوه. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. فطير سهل، ما تستصعبيش على نفسك حاجة، ودعوة حلوة من قلبك كده، وربنا يا رب يحسن ما بين إيديكم. السلام عليكم ورحمة الله.